مرحبا بك. مرحبا بك خويا. تعرف عليك. منير متسكع شوارع، نتسكع من شارع لشارع ندور. علاش متسكع؟ نتلاها بالعباد، شكون استغنى، شكون مات، شكون عمل دار، شكون عمل كهرباء، شكون عمل كارت عبد اكسيدون، شكون مرته فلست، شكون خذا مرة أخرى. شنو ربحك يا منير؟ غريزة ربي يوهبني بغريزة هكا. ما نجمش نرقد من غير ما نفتن ونشوف ونفقد روحي. ان شاء الله مبروك عليك. لا ما خذيت تنتريد سيدي، مبروك روح ولا زدنا خذيت تنتريد، روحنا مع بعضنا. هل السلوك هذا اي قداش عندك كنت في هالدومين هذا نتاع تلاعب العباد وشكون مات شكون حيا شكون هرب؟ جيت انا ندمت السنين اللي خليتهم ما تكتبش بالعباد. نتحاسب بهم قدام ربي ذوك، نتحاسب بهم. حرام عليك. لا بيت الله الحرام بعيد علي، ما نمشيليش. انا في تونس، انا ندور هنا، ما ندورش بيت الله الحرام، ما نمشيش، ندور هنا نتلاها. لا خويا، هيبه من هبه الله، ابتلاني الله بالشيء هذا ويحاسبني عليه ذاك ربي. ابتلاني باش الجنه، ما باش بالجنه. مانيش ابتلاك واحد صار يعمل دار على سنكام وهذاك يبات البر ولو سكت عليه. هاي نعطيك معلومه دخل على شهاده تقديرين هرذين نهار العيد، واحد صب دار على خاطر الكل لا البلديه لا الشرطه تدور عليه، صابه في نهار العيد وعملها ضحيه ومنها ضحيه منها ما انتهاش فينا هذا. ايش كلابي؟ بالطبيعه بالبيوتي بالبيوتي نهار الثيب حول انا نعلم عليه. نهار الثيب بحول الله، انا تو 3 ايام قاعد نغلي لعل ننسى ولا حاجه، سبحان الله. لكن ربي سامحوا لا ما ننساش، لا ننسى امه، ننسى بابا، ننسى حليب امي اللي رضعته المذكر هذاك، والله ما ننسى. اللهم ما نميت، ما زلت مانيش بيسع، اللهم نبلغ الرساله. مازال عندي برشا مواضيع مازال. هالموهبه ذي اللي عطاك ربي اي تضر برشا ناس. شكون؟ اللي يعمل يخلص. السيد هذاك اللي باني على سانكيم مو قبل العيد ولا بعد العيد ويعلق رخصة بناء رقم كذا كذا ونساء زغرت وضياف قريت مشوا بالدرقة العيد نحمل له يحط في الشرب، علوش منه للعيد ومنه للصبة. حاسدون حاسدون استيلاء على املاك الغير، حتى الهواء هذاك تنفس فيه هذاك اللي سقطته هنا يحاسبوك به. يا سيدي راني انا انت مواطن صالح. انا اكثر من صالح وفالح بعض، وبشرني بكم ربي اللي ما يخلي حد راقد. انا انت العين التي لا تنام. ما نرقدش. هاي نعطيك معلومه، اول مره وزاره من 1956 تعمل موقف حزم اللي هو شديد، وزاره النقل. كيفاش؟ متعلمين المسافرين يرقدوا في محطات اللواجات، بتساعدوك كذا الكلام اللي هبتك بتاع الصين اللي هبتهم وزير النقل حلوا المشكله. خلوا اللواجات يدعوا ربي، لا تبارك لك وزير النقل الله يعني ما خلوش. كان اللواجه قبل كيفاش؟ لا الصك هذيك تخلصي 2000 لا وانت لا انت ولا محمله صغير لا تخلص عليه هذاك ولود موجود. هذا موجود اليوم سيء. العيد هذايا 3 محطات الكل عايد في ديارها. كل الحافلات الصينيه هزت ما شاء الله. وزاره النقل صينيه شنويه تونسيه الكل. شفت وزاره الخدمه ظهر روحها. حلت المشكل في الوجباتي هذه. انا في بالي به شفت كيفاش انا مناضل في الامور هذه. انت ما سمعتش به، انا قلت لك عليه. نعطيك نهار العيد الكبير اعطونا البلديه مشكوره بتونس وصول باش ناخذوا اللحم مجانا، كيلوات ساشيات كيما هكا المواطنين الكل ولا يجي بصفه خاصه؟ لا عندو كارني يبي ذاك المعوزه عادة الموت صحي. مشيت نلقى كيلومتر صف نساء و3 كيلومتر صف رجال. واش عملت؟ تاع الصباح تدخلات ويعرفوني كذا هاي هيك سكوا مروح. جيت مروح قال لي جا منير انت مكف الكاميرا تورتوار وكذا. قال لي السيد ذاك عنده جولف. عنده شكل صف اللي شاف الحم هذاك والله الذكرى. هذاك والله يخدم في الليسي بتاع المحمديه. هذاك والله مرته في البوسط وشادين الصف. منين جابوها البنوات؟ الله والرسول اعلم. وشادين الصف قال لك ذبحوا عيدهم في الدار وعنده شاد الصف يضايق في الزوالي. يضايق في الزوالي. هذا معقول؟ انا قلت لك وبشاهد ما مصور معي في المعتبره. صور معي شادين الصف وياخذوا في الحل. منين جاه البول؟ كيفاش يخذيه؟ واصلا هو مش محتاج. وعليه شاد الصف مش محتاج. كرهمته اللي جاء التاكسي خلاه غادي. قال لي والله لازم تدفع له تاكسي ملكه. وهذاك قال لي الاستاذ في المحمدي، وهذاك مرته قال لي في البوسطه ما تعرفوش بدا يسمي لي فيهم واحد
قال لي في بذخ هانم، قال لي معيدوا فيها ذبحوا وجو هنا يضايقوا في الزوالي على اساس الشيء الحق. علاش العقليه نتاع التوانسه؟ الرغبه، هذيك هي الرغبه. سيدي العربي راه ذاك في الرغبه. احنا قلت لك المثل بغضونا في فقرنا ما بغضناش غناه. تو سلوكه الحضاري يخدم كرهبته ويحطها غادي ويجيب الساشي ويجي تا يخدم خدم بالله على الطرف الحبيب. نعطيك ما اكثر في سوق برج الوزير، الرحبه نتاع برج الوزير شفتها في فيسبوك. اكل يعطاها الزعلالش واعطاها 12 متر في بالك ما مليون 200. شفتها ولا؟ شفت ذاك الطفل الصغير ولا؟ قال لها ميمتي خذي ميمتي. شوف ما بين هذا وهذا فرق كبير. فرق الانسان عطاه ليش عطاه مجانا، وفرق اللي شاد على كيلو اللحم شاد يضيق فك الصواب، لكن لو كان ساق كذا باش ياخذوا اللحم. فهمتني يا خويا؟ يعني الناس مش الناس الكل كيف كيف، كل واحد وكيفاش تربى. يا سيدي نعطيك مثل وجربوا انت. حط خويا بوبيله نتاع زبله هنا، حطها غادي واكتب في الحيط من فضلك حط الزبله هنا، ما يحطهاش ما يحطهاش في الحيط، حتى في الموبيل. لا يقول لك مادام حط هنا عنده فيها يشرب فيها حاجه حطه في الموبيل. يعني العكس ديما دي العرب، راهو العرب حتى هبه الهي. علاش الملاك يقول بكرشم ويعطس؟ خاطر وقتك هبط لبس الشيطان صحيح العطسه هذيك، خاطر في الرحم كان جنين وقت يهبط يعطس ويبكي الصغير من كرشم، يعطس الشيطان سيدخل من خشمه لبسه ويبكي خاطر فين كان فين اصبح. خلينا نرجعوا تفضل شركه لا نرجعوا للحوم. كيفاش ناس تضايق في ناس هما عندهم امكانيات والاخرين؟ لا ونعطيك ما اكثر وتشدوا بالله من طرفك انت. نحيي ولي بن عروس ورئيس الكاتب العام تاع بلديه المروج. كيفاش؟ يعطوش اللحم العلوش الحي اللي ب 47 و 37 اصناف من وزن كذا كذا، في بالك بهذه ولا؟ عملوا هذا حلوش الحي بالميزان. التجار اللي تشدوا في سوق المروج ونعسين يبعث السيد هذا والسيد هذا والسيد هذا يمشوا يدخلوا غاديك علوش بالكيلو على 37 و 47 ويدخلوا الاصبع بتاعي يبيع فيه هذاك ب 200 وهو متكلف له ب 800 خدم ياخذوا بالكيلو. وتشدوا منهم واحد جاني صاحب ركيبه خلي يشدوا لي 12 علوش وفلوسي قال ما يقرب 4 ملايين. مش عملوا محضر نستخدم الارباح. قال لي يا خويا ثماش تدخلات، قلت له ثم. قال لي مكة منير معروف وعندك كذا، قلت له والله ثم تدخلات تلقى روحك نظيف. قال لي شيء؟ قلت له مقر واحد لي منك شيء؟ قلت له مرنقي قسما عظما هدي الرب. قلت له في المرنقي تقول روحك مريكل في الافن مش بدي فلوس. قال لي نعطيك خويا ملك يعطوني حتى 7 علاش وفلوس. قلت والله المقر الوحيد اللي تمشي له تخدم قضيتك والله يمنعك. قال لي قلت له مرنقي تلقى روحك غادي مريقل قوم 5 عندك حتى شيء. والله كي خلاني ومشى. هذا صارت في ولايه بن عروس وعملوا عليها شوشه. تحيه لوالي بن عروس وكل الطارات بالولاد. الكاتب العام انا بعيني شفت بط فيها لجنه معلومات ماهوش اجتهاد، اما كي مشى وحضر خدم على روحه خدم معاه. والان الباشكونس الامنيين اللي طبقوا مجهودات مشتركه. انا راه وصلت المعلوم كيما انا مثلا انا ندمت كي جيت معلومه ما توصلنيش انا خبرت السيد ولي قبل العباد. شفت كيفاش التنافس من اجل البلاد بصحيت مش من اجل زايد ولا عمر، من اجل البلاد. شكرا لك، بارك الله فيك.